باين ان الشتاء وصل ولا باين اكتر؟ لا عادي، انا ممكن اخش اجيب اللحاف من جوه، ما عنديش اي مشكله. دي نبذه عن شياكتي في الشتاء. ده خالد وده صاحبه نشأت، أول مرة يعيش معانا على كوكب زمرنا اللي احنا عليه، فهيتكلموا النهاردة عن الشتاء يا نشأت. تعال احكي لك شويه عن الشتاء بتاعنا. بص يا نشأت، الجو في مصر حار جاف صيفا دفيق ممطر شتاء. ده كذب، دي اقوال مكذوبه عننا، ما حصلش. احنا كمصريين في الشتاء ما بنبقاش فاهمين قوي يعني هل دي درجات حراره ولا دي درجاتنا في الميد ترم مثلا. هما بيبقوا شبه بعض يعني. احنا بننشف في الشتاء طبيعي جدا. هترد عليا تقول لي تقل هدومك كده، انا متقل. لو يرضيك انزل الشارع كده انا ما عنديش اي مشكله. كل ده غير اسعار الهدوم في الشتاء اصلا. بص، هم قالوا لنا ان في خصومات وما كذبوش. احنا نزلنا اتلاقينا خصومات، حصل. بس انا نفسي اعرف هم ليه كاتبين ارقامهم على التيكت. مش فاهم يعني ليه لازم اكلمه اساله على السعر لما يقول لي السعر مره واحده؟ ليه كاتب رقمه؟ بس بصراحه يا نشأت، انا مشكلتي في الهدوم مش الفلوس. انت عارف ان الفلوس دي اخر حاجه ممكن افكر فيها. فلوس يعني مفيش اكتر منها. انا مشكلتي في الهدوم حاجه اكبر من كده. الهدوم يا نشأت، الهدوم ذات نفسها، اسامي الهدوم. كل موسم بتلاقي اسامي جديده. يا جماعه هي نفس الحاجه بس لها اسامي. هقول لك على ابسط حاجه، دي الحاجه الوحيده اللي بعرف انطقها. فاكر السويت شيرت؟ السويت شيرت العادي اللي هو التقيل ده ما عادش اسمه سويت شيرت، اسمه هودي. هودي. انا لابس هودي، تحسها هدوم صيف. هودي. انما سويت شيرت الكلمه بتدفي. كان في كلمه كده اسمها بادي. فاكر انت بادي ديت؟ اللي هو اي حاجه بتلبس تحت الهدوم او تحت الجواكت اسمها بادي. الكلام ده زمان. دلوقتي اسمها اندر شيرت. انا ما عنديش مشكله في التجديد، عادي جدا، بس يعرفونا. على فكره يا نشأت، انا مواليد الفينات والله. مش عارف انا اللي جاي متاخر ولا الناس دي اللي جايه متاخر ولا ايه. في الشتاء يا نشأت في فرق بين الشياكه واللبس. يعني لو على اللبس فانا كده لابس، انما لو على الشياكه فالله اكبر على بعض شبابنا. تلاقي الولا ماشي والدنيا بتحط شتاء ولابس بنطلون مقطع. صدق بالله انا لو لابس شراب قصير سيكه بحس ان في سرسوب هوا بيعلمني الادب. ولا البنات يا نشأت، لا انت ما شفتش البنات بتوعنا. احنا ما شاء الله عندنا بنات صحه فساتين قصيره في الشتاء يا نشأت. فساتين قصيره والله. المشكله مش في كده، المشكله انها بتتمشى على البحر اللي هو الجو ده مش جاي مع اهلها بحاجه، مش حاسه بحاجه. اصل عيب يعني انا ابقى ماشي مقفز ولابس الدولاب كله وسقعان وهي ماشيه من فوق سقعانه ومن تحت في شهر 5. دي قله ادب. احترموا عقليتنا. طيب طب اقول لك في حاجات كده عندنا اول ما الشتاء بيجي بنحب نعملها، ما بنعملهاش طول السنه غير لما الشتاء يجي. عندك مثلا احنا كشباب نحب نحجز كوره، ساعه كوره، نحب نلعب ساعه كوره. احنا بنعشق الكوره في الاجواء الاوروبيه، بنتمزج بيها. الدنيا بتشتي، احنا بنتزحلق، بنتصاب، بنروح عيانين، اسبوعين في السرير مع حليل. الحمد لله. بس كده احنا كده مبسوطين. نفس الشباب دول هم دول اللي اول ما يلاقوا الدنيا بتشتي يقول لك بس واحد بس اللي بلجأ له في المواقف اللي زي دي، القهوه. احنا نحب نقعد على القهوه والدنيا بتشتي. تعرفش انت حاجه، انت تنزل من البيت لابس لحافك، نتجمع كلنا نقعد دايره كده كلنا حوالين الولعه وهاتك يا دومينو. بس انا كده برنس زماني. من الحاجات برضو اللي ما بتحصلش غير في الشتاء مشروع اسمه يلا نخرج. مش لازم فين، بس يلا نخرج. الدنيا بتشتي يلا نخرج. ايوه حصل. احنا اللي ما خرجناش بقالنا سنتين وما شفناش بعض، بس دلوقتي وحشنا بعض. لازم نخرج. ساعات بقى بتكبر مننا شويه ومش بنخرج. لا احنا بنروح اسكندريه، فاهم؟ اللي هو يلا نروح اسكندريه. تلاقي واحد جاي يقول لك ايه يا جماعه بيقولوا ان اسكندريه بتبقى حلوه قوي في الشتاء. اللي زي ده ما تردش عليه، قول له حصل وروح جرب. سيبه هو يروح. لما يروح هناك ويلاقي في موجه على الرصيف هيتعلم الادب. في كل شله صحاب لازم تلاقي الانواع دي في الشتاء، لازم تكون موجوده. عندك مثلا الروش بتاع الشله، الدنيا بتشتي كل الناس لابسه الدولاب الا هو. الدنيا عنده حر ماشي بنص. اصل جو مصر ده مش اكل معاه، هو على طول عايش في روسيا. معلش. ده تلاقي كل البنات نفسها في رقمه من وجهه نظره. النوع التاني في كل شله ده الشخص بقى اللي بيجي كل شتاء يكتشف ان الدنيا دي كلها مش بتحبه، مش عايزاه. الناس كلها ظلمته واجت عليه وما عادش عايز الدنيا. لو انت عايز اخدها، ده اللي هو تعرف الشتاء من صوره الواتساب بتاعته تلاقيها متشاله كده يا مرحب بالشتاء. في بقى المهزأ، ده اللي هو اول ما الدنيا تبدا تغيم كده حاجه بسيطه وهتشتي عاوز ارجع للاكس. دلوقتي حالا عايز ارجع للاكس. ناو. برضو من الانواع اللي ممكن تلاقيها ده كائن البطريق. ده اللي هو اول ما يحس ان الشتاء جه تلاقيه بقى لم كل حاجه هو عايزها، يبدا يجمع اكله وشربه، اي كتب عايز يقراها يجمعها هي كمان، ويعمل بيات شتوي كده. هو مرضي ومستقنيس قوي. لو عندك الصاحب ده يا نشأت اوعى تخرجه من البيت، سيبه، لان لو خرج ده خطر عليه، ممكن ينقرض فيها. في بقى الصاحب ده اللي اسمه صاحب البنادول.
ده اللي على طول تلاقيه عيان في الشتاء ما بيخفش، تيجي تدور في جيوبه هنا تلاقي على طول معاه بنادول، هنا دواء سخونيه، دواء كحه، على طول معاه كل حاجه جاهز على طول. ده اللي انت كل مره تسلم عليه وتبوسه وبعد كده تفتكر ان هو عيان. بعد ايه بقى؟ انما بالنسبه للصاحب اللي على طول مقضيها استروهات انه بيشرب قهوه وبيسمع فيروز، اول ما تلاقيه بيعمل كده فانت فكره بس ان انت وهو ضاربين الصبح فول وطعميه وبصل سوا، فاللي بيعمله ده مش هياكل معاك. بص بقى يا نشأت، عشان انا بحبك، دول 12 نصيحه في الشتاء على السريع كده امشي بيهم، حياتك كلها هتبقى جميله. رقم 1، لو مامتك وهي بتصحيك بتشيل الغطا من عليك فجاه، اطلب من ابوك فورا يطلقها، مفيش كلمه تانية. 2، لما تقولك ان كل الناس النهارده طبخه عدس صدقها، هي عارفه اكتر منك. 3، قبل ما تنام ما تنساش تصلي العشاء وتصلي ركعتين سنه، لان ما انتش حمل ابدا انك تصحى على كابوس ورجلك تخرج من تحت البطانيه. 4، بمناسبه النوم قبل ما تنام متاكد انك معاك ريموت التلفزيون وانك اخدت تليفونك وانت داخل وانك كمان رحت الحمام، لان في الاغلب ممكن تختار انك تخش الحمام على السرير احسن مليون الف مره من انك تقوم تاني من تحت اللحاف. 5، كلمه بتدفي من 3 حروف عدس، ولو من 4 حروف فهي الحاف، مفيش حاجه تانية. اصعب حاجه لما تكون بتستحمى ميه سخنه وحد يفتح الميه السقعانه من المطبخ، فنصيحتي ليك ما تستحماش. 7، اوعى تنسى اللكلوك. اللكلوك مش بس بيدفيك، اللكلوك بيحمي رجلك من انها تتخبط في رجل الترابيزه. 8، لو انت خاطب او مرتبط وخارج مع خطيبتك، فقبل ما تخرج من بيتها كده قول لها الجواكت مش قالع، عايزه تقلي من بيتكم، كلام على بياض. حرام اقعد اسبوعين معلق محاليل، ما هو برضه بالعقل. 9، الكوتش الابيض بيحافظ على رجلك انها ما تتوسخش مش العكس. 10، كتر بوستات عن الشتاء بتجيب تفاعل حلو. 11، للاسف يا نشأت الشتاء مش للفورمه، الشتاء الورق العنب معروفه في كل حته. 12، كتر من الحلبه والبليله وقلل من عمرو حسن، ده لسلامتك الشخصيه. ده كام سؤال هتساله لنفسك في الشتاء، فانا جاي ارد عليك علشان تبقى عارف الاجابه. مين اللي سلم للشتاء المفتاح طعم الحاجات الدافيه في الليل والمطر؟ للاسف معرفش. وبالنسبه لويجز فهي سحرته ولا سحرت له؟ هي سحلته. وليه احمد كامل مبقاش يخاف من الليل؟ عشان بينام بدري. بس كده يا نشأت.